من استديوهات الفضائية الإريترية في العاصمة أسمر أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، معكم فيها حنان جيلاني، وكالمعتاد نبدأها بأهم وأبرز العناوين. برنامج لقرص 300 ألف شجرة في الدقيح. جهود لتوسيع خدمات المياه في عصب. حماية التربة والمياه في حلحل. إسرائيل تضرب أهدافا عسكرية سوريا ردا على هجوم عند حدودها. الهند تقول إنها اتفقت مع الصين على السحب السريع للقوات من على الحدود. وألمانيا تخطط لوضع نقاط اختبار للكشف عن فيروس كورونا في مطاراتها. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. تجري عملية توزيع أكثر من 300 شتلة و12 نوعا من الأشجار لقرصها بالنفير والأفراد في مديرية الدقيح. وأوضح خبير تنمية الأشجار والحياة البرية السيد قرماي أبرها أن البرنامج بدأ تنفيذه في قرى إيجيلا ومسقولو زولا وسافيرا وغرابانبا ودمحينا وسيربيسو وكاريبوسا بالمنحدرات الشرقية بسكان وقوات الدفاع. وأشار إلى أن أكثر من 200 ألف شتلة سيتم قرصها في المنحدرات الشرقية، والبقية ستقدم للأفراد والمؤسسات والإدارات لقرصها في مناطق أخرى. وأوضح نجاح نمو أكثر من 98% من أكثر من 215 ألف شتلة أشجار قرصت عام 2019 في ضاحيتي سافيرا ومسقولو زولا. وقال إن عدد الشتول الكافية والأدوات له دور كبير لإنجاح البرنامج، داعيا القيام بالحراسة اللازمة لنجاح نمو الشتول. قال مسؤول خطوط مياه عن مدينة عصب السيد سلمون هيلا سلاسي إن أعمال كبيرة تنفذ بجبهة التنمية الشرقية لحل مصاعب المياه وتوزيع الخدمات في مدينة عصب. وأوضح لوكالة إيرنا أن العمل جاري في آبار حرسيلي التي تعتبر أهم مصدر مياه عصب وخطوط المياه الممتدة إلى عصب. وأشار إلى سير العمل لتجديد الأنابيب وحل مشاكل الآبار بتعاون السكان وقوات الدفاع ودعم الآليات. وذكر مسؤول خدمات المياه في مدينة عصب السيد يرجع ألم جبر ميكائيل توزيع المياه بشاحنات الصهاريج للحيلولة دون حدوث مشكلة مياه أثناء العمل الجاري في مصدر المياه الأساسي الذي يبعد مسافة 15 كيلومترا من عصب وخطوط الأنابيب. من جانبه أشاد منسق جبهة التنمية الشرقية العميد تخليك فلاي خلال تفقده الأعمال الجارية بالتعاون الذي أبدته جميع مؤسسات الحكومة والجبهة لإنجاز العمل. تجري في مديرية حلحل أنشطة نفير تستمر لشهر لحماية التربة والمياه والتشجير. وشمل النفير بناء المدرجات والحواجز المائية والحفر لقرصها بالأشجار، حيث تم حتى الآن حفر 10,000 حفرة وقرصها بشتول الأشجار وأعداد 10,000 حفرة أخرى. وأوضح مدير مديرية حلحل السيد قرماطيون أبرها أن المهام المستمرة جزء من البرنامج التنموي السنوي الموضوع. وأكد السير الجيد للعمل الذي بدأ لبناء طرق بطول 17 كيلومترا من حلحل لملبسو، و16 كيلومترا من ملبسو إلى قرصت، و15 كيلومتر من قرصت لجبل عسرتي، و24 كيلومترا من حمل مالو إلى حلحل، أي ما مجموعة أكثر من 70 كيلومترا. قامت قرى ميحوطة وكليعوتا وحليبو وعدي نفاس ووطح وبلدة ميعداقة بمديرية دقم حرب بإصحاح بيئتها. وأوضح مدير المديرية السيد يماني أبرا في مراسم إعلان إصحاح البيئة في ميعداقة، أوضح أهمية استخدام المراحيض لمكافحة الأمراض المعدية داعيا الضواحي المتبقية لحوزها.
وذكر المدير الطبي لمستشفى دقم حري الدكتور برناندوس بهتا أهمية تعزيز تعاون السكان والإدارة للدفع بعملية إصحاح البيئة واستمراراتها. وقد دشن في القرى الستة حوالي 700 دورة مياه. تلقى المحتاجون في عدي خالة ودباروا مساعدات عينية ومالية وإعفاءات مدفوعات إيجارات البيوت. وقدم المحسنون في عدي كنزانب بمديرية عدي خالة 227,640 نقفة، ووزعت ل 91 أسرة محتاجة بمعدل 2500 لكل أسرة. كما عفى المواطنون مدفوعات إيجارات البيوت شهر وشهرين وحتى زوال كورونا من البلاد. وفي مديرية دباروا وزع مبلغ 156,516 نقفة للمحتاجين في طالة، و136,500 نقفة في عد أحفرة، و102,000 نقفة في عد شرفتو، و70,000 نقفة في عد أنعاي، و30,000 نقفة في عد بزحنس، و10,000 نقفة في مدينة دباروا. في غضون ذلك عفى مواطنون إيجارات البيوت في المديرية لفترات تراوحت من شهر وحتى شهرين. أيها السادة المشاهدين، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. أعلنت إسرائيل أن مروحيات جيشها قصفت أهدافا عسكرية في جنوب سوريا ردا على إطلاق نار من سوريا على أراضيها في وقت سابق من اليوم نفسه، ما يودي إلى تصاعد التوتر بين العدوين. وجاء القصف الإسرائيلي بعد ساعات على زيارة لم يعلن عنها مسبقا لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي لإجراء محادثات حول التحديات الأمنية الإقليمية بما فيها إيران حليفة النظام السوري وفق ما ذكر الجيش الإسرائيلي. وفي وقت سابق من الجمعة قال الجيش الإسرائيلي أن ذخائر أطلقت من الجانب السوري للسياج الأمني باتجاه مواقع إسرائيلية على مرتفعات الجولان. وأشار بيان الجيش إلى أن سيارات ومبنى مدني تضررت في الجانب الإسرائيلي. قالت الحكومة الهندية أن دبلوماسيين من الهند والصين اتفقوا على السحب السريع للقوات المتوجهة على الحدود المتنازع عليها بين البلدين في منطقة الهيمالايا الغربية التي شهدت مقتل 20 جنديا هنديا في اشتباك الشهر الماضي. وعلى الرغم من أن الاشتباكات الذي وقع في 15 من يونيو في وادي جالوان في منطقة لداخ الهندية لم يشهد إطلاق رصاصة واحدة، وشهد تراشقا بالأحجار وضربا بالهراوات، لكنه لا يزال يشكل أسوأ اشتباكات منذ عقود بين الدولتين الجارتين والمسلحتين نوويا. ومنذ ذلك الحين عقد الجانبان عدة جولات من المحادثات لإعادة الهدوء وتقليل عدد القوات في الوادي، بينما كانتا تحشدان تعزيزات في المنطقة الأوسع نطاقا على كل جانب. وخلال اجتماع عبر الإنترنت بحث دبلوماسيين من الجانبان التقدم الذي تحقق حتى الآن لإنهاء الأزمة على خط المراقبة الفعلي الذي يرسم الحدود بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الهندية إن الجانبان اتفقا على فض اشتباكات سريع وكامل للقوات على خط المراقبة وخفض التصعيد في منطقة الحدود لضمان استعادة السلام وسلاسة العلاقات. تخطط السلطات الألمانية لتخصيص نطاق اختبار صحي في مطارات لحث المسافرين القادمين من بلدان مصنفة عالية الخطورة على إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا. والقرار اتخذ من قبل وزارة الصحة ولاية ألمانيا 16، وجاء وسط تصاعد المخاوف بشأن عودة الفيروس للانتشار بصورة كبيرة مع عودة
مصطفين في إجازاتهم، إضافة إلى مخاوف أخرى تتعلق باحتمالات عدم التزام جميع العائدين من الدول عالية الخطورة بالحجز المنزلي لمدة 14 يوما. في غضون ذلك قالت تاتينا جولكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي إن بلادها تعتزم استئناف بعض الرحلات الدولية اعتبارا من الأول من أغسطس، لكن قائمة الوجهات ستكون محدودة مبدئيا إذ ستقتصر على تنزانيا وتركيا وبريطانيا. ووافقت السلطات الروسية الرحلات الدولية في 30 من مارس بعد فرض إجراءات عزل عام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب حتى الآن أكثر من 800 ألف شخص في روسيا. الخبر الأخير في هذه النشرة: مع اقتراب العاصفة هانا، حثت السلطات سكان عدة مقاطعات جنوبية في ولاية تكساس الأمريكية على إخلاء منازلهم. وتتوقع السلطات أن ترافق العاصفة المدارية هانا هطول أمطار غزيرة وفقا لوكالة رويترز. وزادت قوة العاصفة هانا ويتوقع أن تصل إلى جنوبي كوربوس كريستي في تكساس كإعصار من الفئة الأولى، تصبح رياح شديدة تصل سرعتها إلى 121 كيلومترا في الساعة. وقالت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية إنه من المتوقع أن يصل منسوب الأمطار المصاحبة للعاصفة إلى 15 بوصة في بعض مناطق جنوبي تكساس وشمال شرق المكسيك. كما يتوقع أن تؤثر العاصفة على إنتاج النفط والغاز في الحقول البحرية. ختام النشرة، إلى اللقاء.